السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الفيديو الثاني من سلسلة تعليم سكتش اب. خلصنا الجزء اللي فات. في الفيديو الأولاني خلصنا الجزء آه بتاع ال- اللي هو الأولاني بتاع السلكت والتاج واللاين فري هاند. كان في بعض الملحوظات كده على الجزء بتاع القوس، اللي هو ازاي تعمل قوس. وكنا يعني راجع بس عليهم مراجعة بسيطة كده عشان خاطر كده 4 أنواع. ده بيعمل قوس ب3 نقط، 3 نقط ونقطتين، ودوت بيعمل أرك من السنتر. والجزء الأخير ده اللي هو بيقفل القوس. آخر واحد ده اللي هو أول خلص القوس بتاعك بيقفله وبيعمل له فيه. فكده يبقى الجزء ده كده خلاص. هنبدأ بعد كده من عند بقى موف. أداة موف، أداة موف اللي هي المفروض دي لو احنا بنعمل عندنا مثلا بوكس كده مثلا، كده، وانا سلكت الموف. اداة موف فيها شرح كتير، يعني هي فيها شرح كتير، لان مش مجرد ان هي بتحرك الاشياء، يعني مش مجرد ان هي بتحرك كده سلكت كده من النقطة اللي انت عايزها وبتحرك يمين وشمال. هنتكلم فيها شوية، يعني هنطول فيها شوية عشان تقدر المعلومة توصل. أداة موف، وانت اول اتفقنا قبل كده ان انت لما تيجي لما تسلكت اي اوبجكت عندك في السكتش اب لازم تكون مرتبط بالاسهم فوق ويمين وشمال. يعني فوق ويمين وشمال بيبقوا المفروض ان هم بتعتمد عليهم اعتماد كلي. ازاي؟ يعني انا لو سلكت هنا اولا، لما اجي اسلكت اي حاجه، يعني لو عايز امسك الوحده دي من اي جزء فيها، ممكن امسكها من هنا او من هنا، واقدر كمان ان امسكها من عند الميد بوينت اللي هو النص بتاع الصندوق. طيب، خليني اقول لك ان انت مثلا لو راسم صندوق كده 50 في 50، 50 50 كده فكر. هنعمل رفع فيه مش برضو 50 كده. المفروض ان انت تبقى عارف انت هتحرك فين. يعني انا دلوقتي لو هحرك، انا لو مش ماسك اي سهم الصندوق هيبقى فري معايا كده، هتحرك بيه في اي حته. لما انا لو ضغطت على السهم يمين هو مش هيتحرك معايا الا على محور الاكس. يعني انا لو ضغطت يمين هو مش هيتحرك معايا غير على محور الاكس. طب لو ضغطت شمال هيتحرك معايا على محور الواي. لفوق بيتحرك معايا على محور الزد. فده دايما خلينا دايما عارفين ان اكس واي زد لازم مرتبطين معايا بأداة الموف، او وانا برسم ريكتانجل او لو انا برسم لاين. طيب، لو انا عايز احرك ده بمقدار مثلا، اتفقنا برضو ان احنا لازم نبص على البانل اللي تحت دي عشان فيها الخانه اللي انا بكتب فيها الاشياء. انا دلوقتي عايز سلكت كده من هنا وعايز احركه كده متر. هكتب متر واقول انتر، هيروح. هتيجي تقيس المسافه اللي اتحركها هتلاقيه اتحرك متر من النقطه اللي انت كنت عامل له فيها سلكت من هنا. يعني هو اتحرك متر من هنا لهنا، بغض النظر عن هو مساحته كام، او هو طول الضلع بتاعه كام. طيب،
مش هشرح لك بقى، مش هقول لك نفس الكلام بينطبق على محور الواي، ونفس الكلام بينطبق على على محور الزد. طيب لو وانا ماسك الصندوق كده، البوكس ده كده، وقلت له مثلا انا عايز اتحرك يمين، خلاص انا عملت كليك يمين، فهو خلاص بقى شابك في اليمين، هو هيتحرك على محور الاكس بس. لو دوست كنترول هيعمل من الصندوق كوبي. يعني انا كده معنى كده ان انا اقدر اعمل، وانا بعمل موف اقدر اعمل كوبي. تقدر تعمل كوبي. طيب هقول له مثلا متر كده، انتر، عمل لي كوبي على بعد 50 سنتي. هو حسب متر من نقطة من نقطة ما انا عملت سيلكت لغاية الصندوق التاني، يبقى كده انا عملت متر. طيب اقدر اعمل ايه كمان بالاداة دي؟ اقدر كمان ان انا اعمل مثلا، هسلكت كده وادوس كنترول، وعلى محور اليمين وانا دايس كنترول هتلاقي دايما في علامة زائد ظاهرة جنب السهم بتاع الموف كده، يبقى انت بتعمل كوبي. هقول له متر، هقول له متر كده، واقول له انتر، واقول له فيه 5، وادوس انتر تاني، هيعمل لي 5 نسخ من النسخة اللي انا عاملها. يبقى انا كده 1 2 3 4 5. طيب اقدر كمان ان انا اسلكت كل دول كده، وادوس على علامة الموف، وادوس على السهم شمال كده، انا ماسكهم على محور الواي، هدوس كنترول هياخد منهم كوبي، وهقول له متر كده، وادوس انتر، واقول له في 5. عمل لي منهم برضو 5 نسخ من النسخ اللي انا كنت ماسكها. ممكن اقدر برضو سيلكت كده اهو، دوس كنترول، دوس على السهم الفوق، هطلع بيهم كده، واقول له متر، وادوس انتر، واقول له في 5. هو عمل لي من شكل واحد، عمل لي كل الاشكال دي ب آه، متساويه بضغطه زرار واحد. طيب كنترول زد، وهيظهر لنا استخدامات تانية، يعني هيظهر لنا استخدامات تانية واحنا بنتحرك جوه الاريا بتاعت السكتش اب. طيب انا دلوقتي اداة موف كده خلاص. نيجي للاداة المهمة، الاداة المهمة اللي هي بوش اند بول، اللي هي دي، اللي هي تعتبر هي مع اداة اوفست 50 او 60% من من امكانيات السكتش اب، او من الشغل اللي انت بتعمله في السكتش اب. طب اداه بوش دي بتعمل ايه؟ اداه بوش دي بتعمل، احنا خلينا عملنا ريكتانجل كده، كده ريكتانجل اهو، وهاجي اعمل، اجيب اداه بوش واجي اضغط بيه كده، هلاقيه بي بيعمل سكيل للفيس على مساحه معينه. طب هقول له مثلا انا عايز 10 بس كده، انتر، هيعمل لي الارتفاع ده 10. اقدر اخد اقدر اخد الفيس ده وارجع اعمله كده تاني، بس لو انا ضغطت كنترول، لو عملت كنترول هيجي عند الفيس الاولاني وهيسيبه، هيعمل له ان ده كده فيس تاني. يعني انا فيس كده، لو انا دلت الفيس ده ديليت كده، وجيت دلت الفيس اللي تحت ده ديليت كده، هلاقي في فيس اتعمل جوه الاوبجكت اللي انا كنت عامله. طيب اداه بوش دي بتعمل بايه تاني؟ اداه بوش المفروض ان انا يعني مثلا انا لو عامل مساحه من هقول مثلا 4 متر في 4 متر كده، دي 4 متر في 4 متر. هاجي مثلا محتاج ان انا اعمل عايز اعمل جدران هنا في الاربع اماكن دول. هجيب بعد كده اوفست اداه اوفست اول ما انا بمسكها وانا سلكت فيس معين. يعني انا اول ما سلكت الفيس كده، انا كده اهو سلكت الفيس، هدوس على اداه اوفست اللي هي دي، وهقف كده بيظهر لي هنا النقطه دي. يعني ده الحد اللي انا هعمل منه اوفست. اوفست دي يعني انا هعمل مسافه من النقطه دي سواء لجوه كده او لبره، يعني لا لجوه او لبره. لو انا دخلت جوه وقلت له مثلا انا عايز اعملها 20 كده، هيعمل لي، هيفصل لي الفيس ده عن الفيس ده. يعني انا دلوقتي عملت حد كده، هاجي مثلا باللاين واقفل ده كده، واقفل ده كده، يبقى ده فيس وده فيس وده فيس، كل واحد لوحده. طيب خليني احدد، هعمل ديليت للقلم ده، ديليت لللاين ده، وهسلكت الفيس ده، وهاجي هنا اقول له بوش واعمل
3 متر كده. يبقى انا عملت مثلا دي الحوائط بتاعتي، عملت حيطه للغرفه اللي انا هشتغل فيها. طيب اقدر بعد كده كمان ان انا اجي بالريكتانجل مثلا، لو عايز اعمل شباك هعمل شباك كده اهو، وسلكت الفيس اللي جوه، واداه البوش برضو، ادخل جوه واكتب 20 تخانه الجدار، انتر، هيروح جاي ايه، فاتح لي الحيطه. المفروض انت المفروض بص خليك معايا دايما، لما اكون انا بقول رقم اعرف ان الرقم ده انا بكتبه في البانل اللي هي تحت دي، يعني انا بكتب الرقم في البانل هنا تحت، فعشان كده تبقى انت ايه واخد بالك معايا. طيب كده اوفست بقى يعني حاجات كتير، يعني اوفست دي تعمل لك حاجات كتير. انا خليني مثلا عملت لاين من هنا لهنا كده، خلينا نشرح كلام يكون عقلاني شويه. انا الاوفست دي اهي، فجيت مثلا من هنا اخترت اوفست وقلت مثلا عايز اعمل من كده 58 سم، انتر، وهاجي ادوس هنا، هعلم بالقلم كده اهو، وهشيل اللاين ده خالص، وهاجي هنا امسك دي واقول له مثلا ارفع لي دي فوق 90 سم كده، انتر. اقدر ان انا بعد كده دي اهي، آه كانها مثلا كان ده مطبخ ودي الوحدات اللي تحت مثلا، هاجي هنا اقدر باداه اسلكت اللاين ده، واعمل باداه موف. خد بالك بقى من الادوات اللي بتتركب على بعض، لان من هنا بيبدا بيبدا من هنا فكره ان انت معاك ادوات وبتستخدمها ازاي. بنفس الفكره بتاعت كوبي، بتاعت كنترول مع البوكس اللي احنا عملناه من شويه. انا هسلكت القلم وهدوس كنترول، وهدوس على السهم اللي هو شمال عشان اتحرك على محور الواي، واروح بالقلم ده مثلا لغايه هنا كده، واقول له على 5، انتر، هيقسم لي الجزء ده على 5. خدت بالك؟ لازم تبقى عارف ترتيب الخطوات. يعني انا هعملها تاني مره كمان. انت بتدوس هنا على القلم اهو، وبتعمل موف، وبتروح كده وبتدوس كنترول، والسهم شمال عشان تتحرك على محور الواي، هتيجي على الاخر هنا وتروح عامل وتسيبه كده. طيب وتقول له على 5، اعمل كنترول، سهم شمال، روح للاخر، وقول على، ما تدوسش على حاجه تاني، على 5 كده. اصبح ان هو دلوقتي معاك عمل من قسم المستطيل على 5 بالظبط، قسمهم على 5 اضلاع بالظبط. طيب ارجي مثلا امسك اداه اوفست، او امسك واحد بس من دول، وخد بالك معايا، انت دلوقتي عايز تعمل من ده كوبي، من الفيس ده هتعمل منه كوبي. لا اما بتروح هنا على ايديت، لا اما بتروح هنا على ايديت وتعمل كوبي، تدوس كوبي، او تقول مثلا كنترول سي، كنترول سي اخدت منه كوبي. طب هو فين الكوبي؟ كوبي لما تعمل كنترول في اهو، ده الكوبي اللي انت اخدته. هتمسك الكوبي ده اللي هو هنقول ان هو مثلا الضلفه، وهاجي هنا هعمل لها بوش كده، وهقول 1.8 اللي هو مثلا تخانه الكونتر اللي بيتعمل منه الضلف. تمام. طيب هاجي هنا على الضلفه، وهقول مثلا هنقص 10 سم. الكلام اللي انا بقوله ببقي ده انا بكتبه بايدي، يعني انا هعمل هنا دخول نص ملي، نص سنتي اسف، يبقى دوت 5 وادوس انتر كده. كده بقت بدأنا ان دي تبقى، احنا كده بنشرح اوفست، اوفست وبوش اند بول. فخلاص كده. في حاجه تاني مهمه، عايزه يعني اخدها معايا في السكه، وهو امر ميك جروب الامر التاني اللي انا عايز تتمرن عليه برضو، ان انت بتسلكت الجزء ده كله. سلكت اتفقنا قبل كده، لما اعمل سلكت من اليمين، من الشمال لليمين، هيسلكت اي حاجه كامله داخل المربع اللي انا بعمله. بمعنى ان انا لو عملت من الشمال لليمين كده، اي حاجه هتلمس من اليمين للشمال، اي حاجه هتلمس الجزء اللي هو مقطع ده، التقطيع ده،
يبقى انا كده اي حاجه هتلمسه هتدخل جوه هيتعمل لها سيلكت زي ما انت شايف كده. انما انا لو جيت عملت من الشمال لليمين زي ما احنا شرحنا في الدرس الاول، هيسلكت اي حاجه كامله جوه المربع بس. فانا هاجي هنا على الشكل كله واروح جاي عامل كده او كده كله، او اضغط 3 ضغطات على الماوس 1 2 3 بسرعه، واعمل كليك يمين واقول له ميك جروب. ميك جروب دي يعني خلاص ما بقاش في حاجه اسمها فيس ولاين. يعني ما فيش فيس ولاين، خلاص انت كده عملت